حالة من الحزن الشديد وخيبة الأمل تضرب معسكر المنتخب الوطني في المغرب بعدما فشل للمرة الثالثة أمام السنغال، وحسام حسن يجمع اللاعبين ويطالبهم برفع رؤوسهم، مؤكدا أن أحدا لم يقصر وأن الجميع فعل كل ما يمكنه فعله. انقسام كبير في الشارع المصري والقنوات التلفزيونية بين المحللين. البعض يحمل حسام حسن مسؤولية الهزيمة بسبب الدفاع المستمر طوال المباراة واحترامه الزائد للمنتخب السنغالي وتأخره في الدفع بالبدلاء حتى استقبال الهدف، والبعض الآخر يؤكد أن حسام حسن لعب على قدر الإمكانيات وأن الوصول لنصف النهائي ليس أمرا سيئا في ظل الفارق الكبير في الإمكانيات بين مصر والسنغال، ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان. إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني ينتقد بشدة الفندق الذي أقام فيه منتخب مصر في طنجة، ويؤكد أن المنتخب كان يقيم في بنسيون وليس فندقا، وأن المنتخب سيسافر غدا إلى كازابلانكا بالقطار لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. اتحاد الكرة ينفي وجود أي توجه لإقالة حسام حسن بعد الأداء المخيب للآمال أمام السنغال وخسارة نصف النهائي. الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشيد بساديو ماني بعدما قاد منتخب السنغال للتأهل على حساب مصر لنهائي كأس الأمم، ويؤكد أن مصر دفعت ثمن لحظة تشتيت انتباه بعض لاعبيها بعد دفاع مستمر طوال المباراة. مروان عطية وصلاح محسن يواجهان شبح التعرض لعقوبات من الكاف بسبب الإشارة لحكم مباراة السنغال بالرشوة بعد نهاية المواجهة. توفيق السيد الخبير التحكيمي ومعه أغلب الخبراء يؤكدون أن كرة زيزو في نهاية مباراة السنغال لم تكن تستحق ركلة جزاء لأن الخطأ كان من خارج منطقة الجزاء. الصحف الإنجليزية تتعجب بشدة من إحصائيات مباراة مصر أمام السنغال، خاصة تسديد المنتخب الوطني تسديدة واحدة فقط طوال 95 دقيقة رغم وجود محمد صلاح وعمر مرموش في الملعب. سلسلة اللاهزيمة لحسام حسن مع منتخب مصر تتوقف عند المباراة رقم 19 بعد الخسارة أمام السنغال. المنتخب الوطني يصبح مهددا بفقدان خدمات أحمد فتوح في مباراة تحديد المركز الثالث بعد إصابته في العضلة الخلفية، بينما يخرج حسام عبد المجيد من حسابات حسام حسن بسبب الإيقاف بالإنذار الثاني. منتخب مصر يفشل في الحصول على الجائزة المالية الكبرى التي تصل إلى 7 ملايين دولار، ويكتفي بحصد 2.5 مليون دولار فقط، مع أمل في حصد المركز الثالث للحصول على 700 ألف دولار إضافية. حسام حسن يرد على استفزازات الجماهير السنغالية بعد الخسارة ويشير إلى امتلاك مصر 7 ألقاب، ويهاجم الكاف في المؤتمر الصحفي بسبب عدم العدالة وإجبار المنتخب على السفر بين الدول ومنح المنافس راحة أكبر. إبراهيم عادل يعتذر للشعب المصري بعد خسارة كأس الأمم، ويؤكد أن المنتخب سيحاول التعويض في النسخة المقبلة، وأن الجميع كان يطمح للوصول للنهائي لكن القدر لم يشأ ذلك. فتحي مبروك مدرب الأهلي السابق ينتقد بشدة حسام حسن، ويؤكد أن تأخير التغييرات أمر غير مفهوم واستنزف اللاعبين بدنيا، وكان يجب الدفع بزيزو ومصطفى محمد قبل استقبال الهدف. كما ينتقد إشراك تريزيجيه في مركز الظهير الأيسر واعتباره ظلما كبيرا للاعب، ويرى أن الإدارة الفنية للمباراة كانت خاطئة وأن المنتخب لم يلعب على الفوز في أي لحظة. ساديو ماني يؤكد أن السنغال فازت لأنها كانت الأفضل ومنعت مصر من صناعة الفرص وعزلت محمد صلاح وعمر مرموش، ويشيد بقوة المنتخب المصري مؤكدا أن الفوز لم يكن سهلا ويتمنى التتويج باللقب. مدرب منتخب السنغال يؤكد أن فريقه كان مصمما على الوصول للنهائي ونجح في تحقيق ذلك، مشيدا بمنتخب مصر وأدائه التكتيكي رغم الخسارة. إسلام صادق يهاجم أحمد سيد زيزو بعد الخسارة، ويؤكد أن اللاعبين أصحاب الرواتب الضخمة لم يقدموا الإضافة المطلوبة في البطولة. عبد الظاهر السقا يؤكد أن الوصول لنصف النهائي لم يكن متوقعا قبل البطولة، وأن اللاعبين والجهاز الفني منحوا الجماهير الأمل، ويطالب بتقبل الانتقادات والتركيز على مباراة المركز الثالث لمصالحة الجماهير. الأشعة تؤكد حاجة عمرو الجزار مدافع الأهلي الجديد من 3 أيام إلى أسبوع للانتظام في التدريبات الجماعية بسبب إصابة العضلة الضامة. أحد وكلاء اللاعبين يعرض مصطفى معوض مدافع الوحدات الأردنية على الأهلي، والنادي يعرضه على المدير الفني. تقارير صحفية تؤكد أن العراقي مصطفى قبيل هو الأقرب للانضمام إلى الأهلي خلال الفترة القادمة، وقيده تحت السن.
الزمالك يوافق على انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز مقابل 60 مليون جنيه بعد تمرد اللاعب للضغط على الإدارة. المدير الفني للأهلي يعيد محمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر لقائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش في كأس الرابطة. وبكذا تكون انتهت أخبارنا، وننتظر رأيكم. من وجهة نظركم، من يتحمل خسارة المنتخب والخروج من البطولة؟